لماذا تختفي القطط في عيد الأضحى؟ هو السؤال الذي يتصدر محركات البحث في الأيام الحالية، وذلك مع حلول عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية، في وقت تحدث عدد من المشايخ وعلماء الدين عن سبب اختفاء القطط في عيد الأضحى، ونشرت منصات دينية ومواقع رسمية خلال الفترات السابقة الإجابة على السؤال: لماذا تختفي القطط في عيد الأضحى؟ وهو اليوم الذي يبدأ فيه المسلمين حول العالم بذبح الأضحية تقربا لله عز وجل، حيث يقوم البعض بذبح الأضحية في المنزل، وآخرون داخل أماكن مخصصة تقوم البلديات بتحديدها، وذلك بالتسهيل على المضحين. وقال موقع إسلام ويب أن سبب اختفاء القطط يوم عيد الأضحى انظار بغريزتها التي تجعلها تهرب من رائحة الدم، مع إقامة المسلمين الشعائر الدينية من ذبح الأضحية في أول أيام العيد. وعللها البعض الآخر بالحكمة الإلهية التي يجهلها الإنسان، في حين اعتبر الكثيرون خرافة تتجدد كل سنة مع حلول عيد الأضحى ومجرد موضوع للسخرية والتنتر لتعارضه البين والمؤكد مع الواقع. وأكد آخرون أن الأمر محض إشاعة يستغل مروجوها انشغال الناس بعملية الذبح لخلق خبر وهمي عن اختفاء القطط خلال هذا اليوم. وأطلق عدد من نشطاء فيسبوك في المغرب عام 2014 تحدي البحث عن القطط يوم العيد، وذلك من خلال البحث عن القطط وتصويرها، بجانب شيء يدل فعلا أن الصورة التقطت صبيحة العيد، ثم نشرها على هاشتاج ماي ووش بوتو كالينج. وقد أسفر التحدي عن تجمع ثلة كبيرة من الصور والفيديوهات التي وثقت فعليا تواجد القطط يوم العيد، سواء خلال عملية نحر الأضحية أو قبلها مباشرة أو حتى بعدها. وبناء على ذلك فإن اختفاء القطط في عيد الأضحى يخالف واقع الحال الذي أثبت فعليا كثير من القطط خلال عملية نحر الأضحية أو بعدها يوم العيد، كما أن رؤيتها لملك الموت لا دليل عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية بجميع درجاتها. ويحل أول أيام عيد الأضحى يا الموافق 28 من حزيران في أغلب الدول العربية والإسلامية.